السلام عليكم حبايبتي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد لي كلاص كيجي رائع شكلا ومذاقا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. نقدروا نحضروه للضيوف ديالنا للشله ولا وليداتنا. كيجي بحال الشكل ديال اللي كناكلوها في المناسبات. نخليكم مع طريقه التحضير وان شاء الله ومقادير ان شاء الله. يا ربي تابعوا معنا الفيديو حتى الاخر. بسم الله على بركه الله. كناخذ واحد الاناء يكون عندنا بارد. لي كلاص ديالنا كنحتاجو كلشي بارد. عندي هنا يطرد الحليب، يعني تقريبا بحال لي مكلاصي. وعندي هنا جوج فلان كبار، يعني تقدر تعملوا صغارين تزيد لهم السكر. وعندي هنا لاموس ديال شونتيي، عندي جوج ديال فاني. وعندي هنا جوج ديال دانون فاني. وعندي هنايا واحد 200 غرام ديال وعندي هنا واحد 200 غرام ديال اللوز كونكاسي، يعني على حسب الاستطاعه، كل واحد يقدر شحال الاستطاعه ديالو. وعندي وديك يكون كلشي حتى الطراب يكون ديالو يكون بارد، يعني ضروري كنقيهم في الفريغو. كلشي يكون بارد، يعني بدانون بفلان بالحليب، كلشي تخشيوه في الكونجيلاتور يبرد مزيان. انا عملت يطرد الحليب لان عملت واحد عملت كلاص ديالي عملته كبير. تقدر تستعملوا نص الكميه، يعني النص يطرد الحليب، يعني كل واحد اختياري. عملت هنا يطرد ديال الحليب. غنزيد عليه هاد جوج ديال الشاسي ديال لاموس شونتيي، بغيتو باي نكهه. انا عملت ديال فاني. وزدت هنايا جوج ديال فلون. هذا فيه السكر، كيجيب السكر. بغيتو تعدلوا حتى هذاك اللي كيكون بلا سكر، يعني كتزيدوا له السكر وصافي. ديال فاني، اما هذا اللي كيجي معاه ديك الصوص ديالو، اما ياخر اللي كيجي عادي. صافي كنخلطوا كلشي، كنعدلوا كلشي مع الحليب. كنبداو نخلطوا، يعني نحاول نخلطوا بواحد، نعدلوا الطر ديالنا على واحد السرعه اللي باش ما يطلعنا لا مزيانه كريمه ديالنا باش تطلعنا مع الحليب. كنطربوه، يعني لي كلاص ديالنا ما خصوش يكون كريمه ديالو حتى تعقد، يعني تكون عيب واحد 50% طلعنا، يعني ما خصناش يتعقدنا كريمه باش يجي لها كلاص كريمي. صافي كنبقاو من احسن حتى ديال الطراب يكونوا باردين حتى هما، عندهم في كونجيلاتور يبردوا. كنخدموا بواحد السرعه، يعني ديال داخل باش ما تهودناش شي لاموس ديالنا. هادشي كريمه كيف عامله. دابا غنزيدوا المقطع ديال اللي كنت غنزيد فيها ديال دانون مشالي، والمقطع ديالي مشالي. ها هو دابا كنزيد نطرب، نخلط دانون مع الكريمه حتى كيطلع لي. هاش الكريمه في كتجي، يعني ما كتجيش يعني بحال الشكل ديال الكريمه اللي كنستعملوها في الحلويات ولا في الطرطات. يعني كريمه كتجي يعني 50%، يعني ترجع كريميه صافي، يعني ماشي ضروري تطلع تطلع يعني حتى 100%. دابا غنزيد هاد الكميه ديال لوز كونكاسي، يعني 200 غرام 100 غرام اللي قدرتو على حسب. وغنزيد ديال الترو. الصراحه هاد الترو كيعطي واحد المذاق رائع في هاد لي كلاص هدايا. يعني تقدر تعملوا له كيكس اوريو، تقدروا تعملوا له ديك ديال شوكولا ديال كوكيز، تقدر بالزبيب، باي نكهه بغيتو تنكهوها، ببيستاج، باي حاجه. يعني كل واحد كتبقى اختياريه لك، يعني باش تاخذ تنكهه. دابا خديت هذا البول هذا او هذا الاناء هدايا، عندهن بشويش ديال الزيت ولا الماء اللي كان، وعلى فيه هذاك السلوفان، يعني غنحاول نلصقو فيه باش ملي غنخوي لي كلاص ديالي غيجيني ساهل باش نحيدو. انا عملت الديكور هذا، يعني تقدر تقيوه مدور عادي، تاخدو شي مول مدور على حساب طويل، على حساب الديكور اللي بغيتو. انا بغيت ناخذ هذا بحال الشكل ديال البومبينو، يعني تكون بحال اللي ناكلوها في المناسبات فرحة عيدايا. صافي كنغلفو بالسلوفان، كنخلي دائما السلوفان خارج لي على
الاناء ديالي باش كيجيني ساهل ملي غنجي نحيدو. حتى كنغلفو مزيان، كنلصقو يعني بالزيت ولا بالماء باش كيلصق لي في الاناء. هاد الكلاص ما كيديش معنا يعني بزاف ديال الوقت باش نحضروه. ها هو انا لصقته كيجي على هاد الشكل هذا، كنلصقو كامل وخليه خارج من الجوانب. صافي نخوي فيه الكلاص ديالي انا شفت هاد الكميه نقدر نستعملها نعذب بها بولو ولا نعمل لي كلاصات صغارين على حسب كل شان. صافي عمرته مزيان. دابا ملي عندي نعمرو هيدا ما نغطيهش، يعني نعدلو في كونجيلاتور، نخلي واحد جوج سوايع باش ما يتخسرليش الوجه ديالو باش يتكلاصا ليه. ها هو اللي عملته في كونجيلاتور، خليت واحد جوج سوايع حتى 3 سوايع يعني. صافي كنعاودو الوجه ديالو غندخلو الكونجي، نخلي جوج سوايع حتى 3 سوايع باش يتعوض لي الوجه ديالو. اللي غيتعوض لي باش نقدر نعمل عليه. ها وانا خرجته مع كونجيلاتور يعني بدا شاد فراسو. غادي نغلفو، نقدر نخليه من 6 سوايع الفوق، يعني من احسن تخليوها ليله كامله، يعني الليله كامله. لا عملتو في الصباح خليوها نهار كامل حتى الليل عاك قدموه. الا عملتوها بالليل خليوها ليله كامله من احسن. هو كما بقى في المجمد كتر كما كينجح معكم لي كلاص. صافي انا عندي نبيتو ليله كامله ان شاء الله. عاد ها هو الكلاص ديالي خرجته ما بيتو ليله كامله. اللي خرجته كيجي على الشكل هذا. دابا غنحضر له الشوكولا ديالي اللي غنغلفو به. عندي هنا واحد 150 غرام ديال الشوكولا دكالا عاديه، وغنزيد له شويه ديال شي 100 غرام ديال الشوكولا ديال نوعيه جيده. حتى الشوكولا كيجي مذاق ديالو رائع. غنعمل واحد 2 معالق ديال الحليب باش هاد الشوكولا ما يجينيش يعني يابس، ولوز كونكاسي ودانيت ديال عملت هاد الطاوه هادي وعملت عليها عملت عليها واحده اخرى عاليه باش ما نمونطي لي كلاص ديالي، باش ما يهودليش ما يبقاش يهود على ديك الصينيه. عملت خديت هاد اللوحه هاديه ديال البيتزا. من احسن ملي تخرجوا لا كلاص اما خلوها واحد قسمين دمكانه ولا 10 دقائق هيدايا حتى ترخف شويش، ولا عملوها في واحد الاناء يكون فيه الماء سخون، يعدلوها هيدا دقيقه 2 دقائق وحيدوه. ما تخليوهاش بزاف باش ما يذوبش لي كلاص. انا عملت شويه هيدا في واحد الاناء شويه هيدا عيد دقيقه لما كان دغيا، وحيدته باش يحيد لي بسرعه من الاناء ديالي. دابا كنحاول نمونطي. شو بدا كيدوب عادي، يعني ما تخافش منه، هو باقي شاد في راسو مزيان. عيم ملي عملت في ديك الاناء شم شويه ديال السخانه، يعني من ضروري من الوجه ديالو تحس به بحال كيدوب ما يوقع له حتى حاجه. دابا ملي ذوبت الشوكولا ديالي غنزيد عليه هاد الدانون ديال دانيت باش يعطيني ديك المذاق، يجي فيه مذاق كراميلي. غنزيد عليها 2 معالق كبارين ديال الحليب ما يخليش الشوكولا ديالي يبس لي، يجي بحال الكراميل، يجي بحال الشكل ديال دانون، ما يبسليش. يجي واحد المذاق فيه رائع، حتى في المذاق ولا حتى في الديزاين ديالو يجي. صافي كنخلطوهم مزيان باش ينسجم ديك دانون مع الشوكولا. غادي نزيدو عليهم اللوز كونكاستي تا هو. بغيتو تزينوه باللوز كونكاستي، بغيتو بيان كونكاستي على حساب. صافي كنخلطهم. هاهم اللي خلطتو. صافي كنكب، يعني هو كيتمونطا راسو، انا غادي نكب الشوكولا ديالي هو غيتمونطا باش كيهود لي فهاد الصينيه هادي، يعني ما يهود لي لا في الارض لا في حتى حاجه. مزيان هذا العمليه باش كتبقى
حتى لي كلاص ما كيبقاش عامر فيه. صافي كنحاول نغطي الجوانب وقنوصه يعني ديك لي كلاص ديالود بالشوكولا اللي هاود. هاد لي كلاص نقدر نحضروه يجيكم ماجي عنا الضياف ولا شي عراضه ولا لوليداتنا، علاش الانسان يحضروه. دابا الصيفيه كنحتاجو هادشي مبردات. صافي كنغطي بلايص اللي بقاو لي يديا ما تغطاوش نغطيوهم. يعني كل بلاصه بقات خاويه نغطيوها. صافي ملي كنغطيو يعني الكلاص ديالنا كامل كنرجعوه للفريغو، يعني الفريغو نخليوه ساعه حتى 2 سوايع المكان. ها هو الكلاص ديالنا ملي خرجناه يكون جيلاتور، يعني خلينا واحد 2 ساعات المكانه. دابا كنحاولوا نقدوا دابا ديك الشوكولا اللي بقى لنا تما في الجوانب كنقطعوه. ممكن ناخذ واحد الموس نقطعوه نعوضوه من الجوانب. هذاك ديك الشوكولاط اللي ها ودي تما بقى لي ديك مع لي كلاص تما كنحيدوه. صافي هو باللي عوضته من الجوانب ديالو. كيجي لهذا الشكل هذا. كناخذ واحد الطبسيل ولا اللي حاجه اللي غتقدموا فيها، صافي كنزلوا فيها كيودها بسهوله، يعني ما تخاف عليه لا يتهرس ولا يعني شاد في راسو. صافي دابا نزوق بقى لي واحد شويش ديال اللوز كونكاسي، غادي نزوق له الجوانب ديالو. تعدلوا تقدر تزيدوا له الديسير، تقدر تخليوها هكذا، يعني كل واحد باش بغي يزوقوا. كنعدد اللوز مع الجوانب ديال لي كلاص ديالنا. هاد الكلاص هذا تقدروا تحتفظوا به يبقى لكم يعني 3 ايام، يعني 4 ايام، شحال ما يعني ملي تقطعوا منه تعدلوا تغلفوه تعدلوه ترجعوه المجمد، يعني ما كيوقع له حتى حاجه، يعني كيبقى كما عدلتو اول مره الطبيعه ديالو. ها هو الكلاص ديالنا كيجي لهذا الشكل هدايا. دابا نقطع معكم الكلاص كيجي. يعني كيتقطع بسهوله. ملي دابا نعدلوه في الطبسيل ونزوقوه، يعني كيترخى شويه باش كيجينا ساهل التقطيع. صراحه كيجي واحد المذاق فيه رائع والله. لا وكنتمنى تجربوه وتشاركوا الفيديو مع الاحباب ديالكم، تخليونا شي كومونتير زوين ان شاء الله يا ربي. كيجي على هذا الشكل هدايا. كيجي كريمي من داخل، فيه ديك المذاق ديال اللوز كونكاسي مع الترو. كيجي واحد المذاق صراحه الله رائع، يعني ما تندموش الا جربتوه. غتبقاو دائما خصوصا الترو دائما تبقاو تستعملوه، لان كيعطي واحد المذاق خطير في لي كلاص.